رمضان مش بس صيام عن الأكل والشرب. رمضان قبل أي حاجة بيكون صيام عن الغش والكذب وخيانة الأمانة. ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خلي بالك إن الآية دي مش بتكلم التجار بس، الآية دي بتكلم أي حد في إيده أمانة، وأكتر واحد في إيده أمانة هو المحاسب. والمحاسبة في جوهرها مش مجرد أرقام وبس، المحاسبة في أساسها هي أمانة. الرقم اللي بتكتبه في القوائم المالية ممكن يفرح مستثمر أو يضيع شريك، وممكن ياخد حق موظف أو يمنع حقه. انت مش بس كمحاسب بتسجل رقم وبس، انت كمان بتشهد شهادة. وعشان كده احنا في المحاسبة بنقول ان القوائم المالية لازم تمثل صورة عادلة، مش بس صورة مربحة أو صورة مريحة. تخيل كده محاسب طلبوا منه يظبط الإيرادات شوية عشان شكل القوائم يبقى كويس وأحسن قدام البنك. هو ممكن يكون شايفها رقم صغير، بس الرقم الصغير ده ممكن يخلي حد ياخد قرض وما يعرفش يسدده، وممكن يوقع شركة كاملة. ساعتها السؤال مش إن القانون هيكتشف ده ولا لأ، السؤال الحقيقي هل ده يرضي ربنا ولا لأ؟ لأن في شغلنا مش كل حاجة حرام القانون بيعاقب عليها، بس كل حاجة حرام ربنا بيحاسب عليها. احنا بنتعامل النهاردة مع دفاتر في الدنيا، بس في دفتر تاني مفيش فيه تعديل ولا ترحيل ولا تقفيل سنة. والمحاسب الحقيقي مش بس اللي يكون بيعرف ازاي يقفل الاكسل اللي قدامه، المحاسب الحقيقي هو اللي يعرف ومتأكد ان ربنا كمان شايفه. فلو الأمانة ضاعت ممكن الأرقام تتظبط، بس البركة بتضيع معاها. في رمضان 26 خلينا نفتكر ان المحاسبة عبادة، وان كل رقم فيها أمانة، وان أعظم رقابة علينا كمحاسبين هي رقابة ربنا مش رقابة الدنيا.